مساء الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، ورمضان خلاص خلص يا ولاد، والعيد جاي. كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، الاول نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين الزبده النيوزيلندي، كنت جايباها من جروب بتاع رحاب ده. هسيب لكم اللينك. رحاب مش مرات اخويا يا جماعه، هو الجروب اسمه كده يعني. ودي جبنه روما، حبيت اوريها لكم بس قبل ما ابدا معاكم الفيديو. النهارده هنفرش مع بعض الانتريه، فرش العيد بقى خلاص. بس قلت اوريكم المقطع ده في الاول. انا بجيب دايما حد سالني انا بعمل مكرونه، قال لي يا جي بتجيب الجبنه منين؟ زي ما شايفين دي الجبنه النيوزيلاند الكريم، الجبنه الموتزاريلا. ده كيلو، عامله على ما اعتقد 160 جنيه كيلو. بس حلوه قوي، جربوها هتعجبكم قوي. هسيب لكم اللينك تحت في اول تعليق مثبت. تلحقوا بسرعه بقى تجيبوا الفسيخ والرنجه. انا النهارده عملت لولادي، قلت لهم ايه، حكت عليهم قلت لهم تعالوا هنعمل لكم النهارده في الفطار فسيخ ورنجه. قالوا لي نعم ازاي يعني يا ماما؟ قلت لهم هو ده اللي موجود بقى. طبعا قالوا لي لا ازاي ومش هناكل ومش عارفه ايه. طبعا دي خدعه يعني، ده كدبه مني كده ان انا ايه اشوف ما يرد فعلهم هيكون ايه. في ناس ممكن تعمل كده، انا مش عارفه، الله اعلم. المهم بقى جبت منها زي ما انتم شايفين الفسيخ. بصراحه كل اللي على الجروب بيشكر فيه جدا جدا. كله كاتب ان هو اخد يعني منه وعجبه. فانا قلت خلاص، بما ان انا مش لازم كل مره اكل من حد معين، لازم نجرب طبعا من كل حته مره كده نجرب. بس بصراحه شكله وكل حاجه باين ان هو يعني حاجه كويسه، وحتى الرنجه بتاعتهم تحفه. كل اللي اخد منها كتب. انا طبعا قريت الاول قبل ما ياخد، قريت من على الجروب الحاجه. انتوا عارفين طبعا مش هطلع اعمل لكم ده يعني اعلان على حاجه غير لما اكون يعني شايفه المنتج. الاعلان ده يا جماعه انا دافعه حقه. الحاجة دي أنا دافعة حقها، مش إعلان ولا حاجة. بس أنا بتعامل معاهم دايما، فبحب حاجتهم جدا. بحب حاجة روما، الجبنات بتاعتهم والجبنة والكريمة اللباني من عندهم بجيبها على طول المكان. كمان بجيبها للمطعم عندي وبستعملها كمان في البيت. إنما بقى الفسيخ زي ما انتم شايفين، طبعا انا لسه ما دقتش طعمه، بس هو طبعا كله بيشكر فيه بصراحه، بيقول له حلو جدا. فانا قلت بقى اجيب واشيله عندي في البيت، بحيث ان احنا ناكلوه بقى ايه اول يوم العيد كده. حاجه بقى نحدق بقى لنا كتير من رمضان كله ما اكلناش الحاجات دي. فطبعا كلنا كمصريين في شم النسيم وفي العيد بناكل فسيخ ورنجه، بنغير يعني الاكل. تعال بقى نشوف الرنجه بتاعتهم عامله ازاي ومبطرخه. هوريكم البطروخ بتاعها دلوقتي. جبتهم وحطيتهم في الفريزر عشان خاطر ان انا اطلعهم بقى يوميها يفكوا شويه، وبعدين ابدا ان انا اعملهم. بصوا زي ما انتم شايفين كده. بصوا طالما الرنجايه ماسكه نفسها كده وجسمها ماسك كده، تعرفوا ان الحاجه بتاعتها كويس. ماشي يا ارتاش، ما تجيبيش. هنا بقى بصوا البطروخ، عايزه اوريه لكم كان طالع منها والله. بصوا البطروخ اللي هو الناشف ده، عارفينه مش الطري. البطروخ اللي هو تقدري تاكليه كده او تضربيه في اي حاجه. هسيب لكم اللينك تحت في اول تعليق مثبت، ورقم التليفون تقدروا بسرعه تتواصلوا معاهم عشان يوصلوا لك الحاجه لحد باب البيت. وزي ما قلت لك والله مدفوع حقهم، انا بس عشان حاجتهم بحبها فحبيت ان انا اطلع اصورها معاكم. تعالوا بقى مع بعض نفرش الانتريه بتاعنا النهارده عشان العيد. كل سنه وانتم طيبين. السنه دي اول مره يعني ان انا انزل لكم فيديوهات العيد. فرش متاخر شويه، بس معلش طبعا المطعم كان واخد وقتي، وبنزل واطلع واروح واجيب حاجات ومحتاجات. كنت مشغوله جدا الفتره اللي فاتت، وانتوا عارفين رمضان وقته طبعا بيبقى بصراحه وقته قصير، فالوقت معايا مش سعيفني يعني. بس انا الحمد لله خلصت البيت كله، فرشته كله، خلصته حتى التويليت عملته والمطبخ عملته معاكم وكل حاجه. بقيت بقى دلوقتي بحط بقى التاتشات الاخيره، فاهميني ازاي؟ ودلوقتي كمان هفرش معاكم الانتريه، بس مش هنحط بقى ايه التحف والحاجه، هشيلها بعد يوم الوقفه ان شاء الله. عشان نفرش مع بعض بقى البسكوت والغريبه والحاجات الحلوه اللي احنا دايما متعودين عليها. كل سنه وانتم طيبين وبالعيد متهنيين ان شاء الله حبايب قلبي. يلا ناخد افكار مع بعض كده ان شاء الله باذن الله. ويلا بينا نفرش انتريه هنا. وزي ما قلت لكم هسيب لكم اللينك تحت في اول تعليق، ورقم التليفون تقدروا تتواصلوا معاها على الصفحه على طول وتطلبوا اللي انتوا عايزينه، ورقم التليفون كمان. يلا بينا على روتيننا نشوف هنعمل ايه مع بعض. وهنا بقى دخلت على الأوضة بتاعتي وشلت بقى كل حاجة محطوطة عليه. الفرش اللي أنا كنت حاطاه عشان أحافظ على الكنب، عشان أنا كنت غاسلة الكنب مع نفسي كده. غسلت الكنبتين كده، نضفتهم وخدتهم زي الفل. دلوقتي بقى نفش مع بعض السجادة، نفش الفرش على الأنتريه بس عشان نحافظ عليه مش أكتر، مش عشان أي حاجة خالص. وهشيل حاجات كتير، وبعد كده إن شاء الله بإذن الله من الوقفة نفرش. مش نفرش مع بعض بقى، نحط البسكوت والغريبة والسوداني والحاجات دي كلها. نزلت النهاردة جبت الترمس وعشان اعمله اللي هو السريع صراحه. مش بحب التاني بياخد وقت معايا، فمفيش وقت معانا. فان شاء الله يا رب كده كل حد في العيد ان شاء الله يكون مبسوط ومتهني في بيته، وكل واحد عامل، كل واحده نفسها تعمل كحك تعملها. وان شاء الله خير. خلي بالكم ده انا اخدته حطيته في بقي، ده دبوس عشان محدش يقول انت فتره يا جيجي. ده دبوس انا لقيته وحطيته كده عشان اشيله. خفت يخش في ايد حد. دخلت بقى حضرت الحاجات اللي انا هفرشها معاكم. انا قلت بقى ايه يعني، عندي شويه الكوشنات اللي انا كنت جايبها معاكم العيد اللي فات هنحطها تاني. يعني السنه دي بصراحه ما جبتش حاجات كتير،
ما جبتش حاجه خالص في العيد ده، ولا حاجه جديده ولا حاجه، ولا في رمضان كمان، بس انا قلت اقضي باللي عندي يعني. الحمد لله طالما فيه نقدر ان احنا والله يا جماعه مش بالفرش ومش باي حاجه، اهم حاجه تكون انت من جواكي مرضيه وراضيه بكل حاجه، فتلاقي ان شاء الله الامور متسهله. شغلت التلفزيون على القران الكريم السعوديه، بحب اتفرج يعني، احب اسمعه جدا وانا بشتغل كده. وشلت بقى الحاجات اللي كانت محطوطه على الترابيزات وكده. امبارح بقى كنت قاعده وماسكه معايا تليفون تاني، انا بالاتصالات وبكلم حد منه وبتاع، الواتس والماسنجر كل حاجه عليه. فالحمد لله يعني كل شيء نصيب، قدر الله ما شاء فعل. فالتليفون نزل حته نازله، جاب شاشه على طول، على طول. فمن امبارح انا مش عارفه اتواصل مع حد، مش عارفه، لان طبعا زي ما قلت لكم التليفون اللي انا بصور منه اللي بكلمكم منه دلوقتي ده اللي جاي من عليه الماسنجر واتس وكل حاجه، من خلال التصوير بس. والتاني من خلال المكالمات، واكلم صحابي، اكلم ماسنجر، اكلم واتس، اكلم كل حاجه. التليفون طبعا لما وقع مش عارفه اتواصل مع حد من امبارح لحد النهارده. هو دلوقتي عند راجل بيتصلح، بيتعمل له شاشه وبتاع من اول وجديد. فمش عارفه اتواصل مع اي حد تماما. وكمان كانت يعني كان في حاجه مثلا المفروض في ارقام تليفونات النهارده، كان ضروري جدا ان انا اطلعها من عليها عشان خاطر ان انا آه هتقولي يا جيجي كنت خدت الخط حطيتيه في عده تاني. الايفون اللي معايا ما فيهوش خطين يعني، خط واحد بس، ما كنتش عارفه اتعامل خالص بصراحه. فتحسوا عارفين لما تكوني، لا في حاجه بتحصل غريبه، عارفين اللي هو ايه، مش عارفه. وكنت رايحه مشوار كده يعني ان هو يقضي معايا وكده، ما حصلش نصيب وما قضاش معايا، وقضى معايا يعني بعد ما روحت، وكل لقيتهم بيتصلوا بيا تقولي تعالي المشوار قضى وكده بعد ما روحت وخلاص. يعني ازاي ارجع تاني مشوار بعيد؟ فبصوا نصيب، كل حاجه في الدنيا نصيب، بتبقى عامله حسابك ومرتبه امورك على كل حاجه، وتبصي تلاقي حاجه تانية خالص. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. وزي ما بقول لكم عايزاكم بس تدعوا لي دعوه حلوه كده من قلوبكم، لان انا محتاجه الدعوات بجد، انا محتاجاها الفتره دي فوق ما تتخيلوا. فانتوا اخواتي وحبايبي، ومحتاجه منكم دعوه كده حلوه ليا ولكم بالمثل ان شاء الله. هنا بقى فرشت الكنبه بالفرش اللي هو اللي فيه شراشيب، ما رضيتش افرش اللي هو الاوف وايت الفاتح قوي ده عشان يديه يتحمل معايا شويه. فرشت بقى الكوشنات، طبعا كنا شايلينها الشهر كله، فلما تيجي تحطيها تحسي ان هي عارفين يعني لسه ليها بهجه كده وشكل. ف والسجاده كمان، والسجاد ما اتغسلش، عارفين يعني. في حاجات بتحصل كده اول مره يعني في سنه من السنين يحصل لي الحاجات دي كلها ورا بعض. تلاقي الحاجه مش متيسره خالص. فبعد دايما ما بزعل، دايما اقول ايه الحمد لله، دايما اقول الحمد لله والله بجد. او ممكن ازعل في ساعتها كده، بعد كده اقول لي لا الحمد لله، يمكن كان حصل حاجه اكبر من كده. ما فيش نصيب. كل ما اتصل بحد يقول لي مش فاضيين، قلت لهم والله ما انا غاسلاكم، تعالوا متلفه السجاد زي ما هو. السجاده الكبيره قوي انت شفتها في الاوضه دي اللي انا شلتها، اللي انا هفرش بدلها دلوقتي، دي بحطها عند رحاب، عندها مكان فاضي يعني بتشيلها لي فيه. فهشيلها زي ما هي. وبعد العيد تكون الدنيا هدت وخلاص، كل الناس بقى كسرت السجاده ونضف، ياخدوا بقى يغسلوا ايه. يمكن لعله وعسى، يمكن لما كان غسل يعني اخدوا في الوقت ده كان غسلوا وجا مش نضيف، فاهمين، لان كان زحمه. فكل شيء نصيب بجد. كل حاجه اليومين دول بعملها بتطلع معايا العكس تماما اه والله. كل حاجه بتيجي معايا عكسي على طول. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل، نحمد ربنا على كل شيء. كويس ان هي بتيجي في الحاجات البسيطه دي احسن ما تيجي في ولادنا وتيجي فينا. فالحمد لله على كل حال. عايزه اقول لكل ام بجد والله العظيم شابوه لكل ام. انا عارفه ان كل ست في العيد وفي رمضان بتطلع منه، بصوا يعني مجهود رهيب لكل الستات. بتتعب جدا يا جماعه، بتتعب لكل بنت ولكل زوج لكل حد، كل ام بتتعب في بيتها وفي شغلها وكان لازم نقدر الست دي بكلمه حتى طيبه. فدي اقل حاجه بالنسبه لها والله بجد. لكم الجنه يا امهات، لكم الجنه. بنبقى فرحانين جدا في العيد، وعايزين نبسط ولادنا، وعايزين نبسط اللي حوالينا وتبقي سعيدة بكل حاجة. نعم. الوقفة بكرة ولا لا؟ رؤية بتقول لكم الوقفة بكرة ولا يوم السبت؟ قولي لرؤية، عشان رؤية عايز تلبس هدوم العيد فرحانة بيها. ربنا يفرح ولادنا يا رب. والحمد لله جبت لهم كل حاجتهم، بس رؤية بقى مصممة عايزة شنطة. وايه تاني يا رؤية؟ بس شنطة، بس انا خلصت حاجتي، بس لي شنطة. بس لك شنطة بس؟ طب انت تاخدي شنطة من عندي يا رؤية. انا اول عيد بص والله بجد زي ما بقول لكم كده، اول عيد ما اجيبش هدوم ليا خالص. اول عيد يعني زي ما بقول لكم كده بيحصل، حصل معايا انا بقى شخصيا انا انا نحس مش عارفه ولا ايه. والسجاد ما اتغسلش، التليفون واقع اتكسر، حاجات كتير. بس برضه برجع اقول الحمد لله، ما اضحك والله بجد. قال يعني هجيب هدوم، انا عيله يعني عشان اجيب هدوم؟ بس الواحد بيبقى فرحان. بس كل اللي جبته ان انا جبت عبايه عشان البسها لكم كده في يوم وانا بفرش لكم بقى الحاجه وكده. بس هو ده اللي انا عملته اه والله. فلا لا، الحمد لله. وكل سنة الحمد لله رمضان عدى على خير. و...
ورمضان كان انا عارفه ان هو على قد ما احنا بنحب رمضان جدا جدا جدا، بيبقى شغله كتير جدا جدا في فطار وسحور والتزامات ومواعيد وصحيان ونوم وحاجات كتير قوي بتبقى متلخبطه، بس بصراحه يعني من احلى الايام اللي الواحد بيحبها. هنا طبعا حاولت ان انا عماله افكر اعمل ايه في الترابيزه، فشلتها، عملت هلاك وفيها وشلتها. هنا بقى نغير فرش الكنبه بالمره. وطبعا كل اللي على تحت الترابيزه بتاعت شاشه التلفزيون دي ان شاء الله كلها هنشال وهنحط حاجات تانية، بس انا قلت ايه لا خلي بس يعني الحاجه لغايه اخر يوم، عشان محدش يقول لي انت شلت لنا حاجه رمضان بدري، حرام عليك انت. رمضان ده هي فرحه شهر في السنه. استنى يا عم اللي عامل موسيقى انت. فعادي يعني انا ما فيش مشكله بالنسبه لي، كل ده هيتشال في لحظه في مينيت يعني، ده انا الشيل ده عندي رهيب يعني. انا بقيت انسى كتير جدا يعني مثلا عندي كوشنات كتير بنسى جدا التنسيق بتاعهم كان ايه يعني، كان في هنا لا كان في. فعارفين ساعات بجيب فيديوهات قديمه ليه عشان اعرف ده كان فين وده كان مكانه فين وكان عندي ايه يعني، انا بدور انا كان عندي ايه عشان احطه. هنا بقى حبيت افرش الكرسي كده بالشكل ده، وهنا برضو فرشت دي برضو الصغيره دي حطيتها برضو هي كمان، مش لاقيه لها كوشن صغير، قمت حاطه دي كمان، قلت يلا مش هيجرى حاجه يعني، او مش شكلين كده وخلاص يغيروا شكل الكنبه وخلاص شكل الكرسي. لسه الفانوس ما اتشالش طبعا، شايفين ان انا كنت منضفه الحيطان ومنضفه الشباك ومنضفه الانتريه والشجر والمرايه، كل حاجه مظبوطه على الشعر يعني. هنا بقى نبدا ان احنا ايه نكنس الارض، اجيب المكنسه الم كل اللي في الارض ده كله، وبعد كده المعها بالموب، وبعد كده نفرش سجادتنا اللي هي ايه الصيفي بقى. هنا بس شغلت النور عشان الاضاءه في التصوير معاكم. التليفون دلوقتي بيتصلح عند الراجل، المفروض ان انا اخده بعد ما اسجل معاكم انزل اجيبه وكده واجي. هو قال لي على الشاشه وكده بيرن عنده، بيقول لي عمال يرن عن الناس، في ناس بترن بس مفيش ارقام ظاهره ولا حاجه ظاهره في الشاشه خالص يعني. الحمد لله الحمد لله على كل حال. هنا بقى شغلت مكنستي ولميت بقى، كان في شويه شعر وشويه حاجات بسيطه كده في الارض، انا بحب لما افرش بقى كده. السجاده التانية دي انا بحبها وكل حاجه انا بفرشها، بس عارفين آه بتبين يعني هي حلوه بالنسبه لي ان انا امسك الشرشوره بتاعتي او الموب بتاعتي والمع بقى من حواليها وكده. النهارده بقى عملت حاجات كتير بصراحه ما صورتش معاك، فرشت اوضه النوم، غيرت الملايات، وفرشت طبعا لو تفتكروا البراويز ده انا كنت عايزه احطها فوق السرير، اخيرا خالد ركبها لي اخيرا يعني، وركب لي الرفوف بتاعه التويليت، هوريها لكم بقى كل ده في فيديو واحد ان شاء الله، اجمع لكم بقى فرش اوضه النوم وكله. ما فاضليش بس الا اوضه البنات، مستنيهم بس يلموا بقى الهدوم اللي على الكنب والحاجات دي يرجعوها في الدواليب، واخش بقى لهم الملايات واحط لهم السجاده النضيفه واشيل السجاده التانيه. يعني لازم يكون عندنا بديل في السجاد برضو في لحظه زي دي كده بتنفعنا بصراحه. في ناس بتقولي انت خسيتي ازاي يا جيجي؟ ابدا والله من المجهود بس بتحرك كتير بنزل كتير وبروح كتير فاهمين، فخسيت حوالي داخله في 5 كيلو دلوقتي. اه والله لوحدي كده اوتوماتيكي من غير اي حاجه، مش بسحر بالليل، باكل لقمه بسيطه، بشرب كوبايه شاي بلبن وانام. مش بجوع بصراحه في رمضان السنه دي، ما حسيتش بجوع خالص غير العطش يعني، اكتر حاجه حسيت بيها كانت العطش، لكن كجوع لا ما بجوعش خالص. مسكت بقى الموب، حطيت نقطة كلور أبيض عشان أنا عندي كام بقعة كده في السيراميك، فالكلور الأبيض مع البورسلين بينضفوا جدا، لو في أي بقعة صفرا أي حاجة بتحطي نقطة من الأبيض ده بيخلي السيراميك عندك بصي بلو بلو بلو. يلا اكتبوا لي في الكومنتات فرشته ولا لسه. والله الواحد لو عليه يسيب الأرض كده ويفضل قاعد كده. بس عارفين البورسلين انا عاملاه ده بيعلم بسرعه يعني، عارفين رجليكي لو ماشيه كده لا مؤاخذه يعني مش لابسه سليبر في رجلك ولا حاجه، تبص تلاقي رجليكي معلمه على الارض. فالسجاد برضو بيحمي برضو شويه. طبعا كنت ملمعه بقى النجفه اللي كانت هتموتني دي. بص صح نسيت اقول لكم، فاكرين موضوع النجفه وموضوع الشباك طبعا، حاجات كتير قوي الشهر ده حصلت لي انا شخصيا، انا كجيجي لوحدي كده. فبقعد اضحك ضحك لما بفتكر الكلام ده، والله ساعات بيصعب عليا نفسي كده وتلاقيني عايزه اعيط بس مش برضه اعيط، بمسك نفسي اقول انت عيله يا بنت هتقعدي تعيطي على حاجات تافهه. مش بعيط انا بقى، عارفين اللي هو متلصمه، اي حد يقول لي مالك اقول له ايه طب فيكي اقول له ايه كده يعني. واللي بتقولي دمك تقيل وبتاع، والله انت الوحيده اللي قلتي كده، الناس كلها بتقولي دمك خفيف يا جيجي، مش لازم حضرتك تقولي دمك تقيل ولا مش دمك تقيل. آه انت كده بصي، انت في رمضان بتشتمي في رمضان، طب استني بعد رمضان، بعد رمضان هقول هديكي هنفخك، بس استني عليا. خلصت بقى رجعت كل الكراسي. هتقولي الكراسي دي ليه يا جيجي؟ الكراسي عشان احنا بنفطر على الترابيزه دي في الفطار، بنفرش عليها المشمع بتاع رمضان الشكل رمضاني ده، وبنحط الاكل بتاعنا عليها وبنقعد نفطر عليها. ما بنحبش نقعد على السفره يعني، السفره دي عاملينها للضيوف لما بيجي لنا ضيوف. طبعا هنا فرشت مفرش عشان بقى ايه لما ابدا اجيب بقى البسكوتات والحاجات بتاعتنا نحطها وكده. فانا بقول لكم يعني دلوقتي ان انا هحطهم كده مؤقت لحد ما ايه
نلم كل حاجه. هنا المصاحف مش هقدر اشيلها لان خلاص احنا ختمنا، فاضل صفحتين او 3 بالكتير يعني، فعشان ايه نختم بقى. هنا بقى خلصت الجزء ده كله، هخش بقى على الجزء التاني اللي هو هنا. افرش بقى الكومود كده اخلصه معاكم، واحط له مفرش برضه عشان اي كوبايه حاجه تتحط عليه ما تبقعش في الازاز، واقعد ايه امسح الازاز كل شويه. بس ومالك دلوقتي نازله تكمل بقيه حاجتها، وانا اللي غلبانه ما جبتش اي حاجه. محدش عنده طقم يدولي يلبسه في العيد. قال يعني انا نازله في العيد، انا نازله اروح فين انا؟ بس انا ان شاء الله هفاجئكم بعد العيد، وهتلاقوني بص لابسه حاجات سينيه ومش حدش لابسها اساسا في المجتمع، المجتمع كله. المجتمع كله دي جي مش عارفه، بس هتشوف الفتره الجايه. طبعا انا بعد ما قفلت الفيديو فرشت مفرش على الترابيزه هنا، عشان انا بحب افرش مفرش صراحه في العيد، مش عارفه ليه. ما بحبش اسيب الحاجه كده، بحس ان الحاجه لا، المفرش بيدي شكلي كده برضو شياكه. هتقولي يا جيجي الازاز احسن، الازاز احسن بس مش كل يوم هقعد المع انا يعني. انا بحط عشان اداري التراب، ما يجريش تراب واقعد المع كل شويه. بخلص نفسي يعني. هنا بقى كنت خلاص خلصت ومسحت الشاشه بس كده من الاطراف، انا مسحها كلها كويس، بس انا قلت ايه تلميع عمال كده. هنا بقى كنت اخلص معاكم عشان اخش احضر فطوري واعمل عصايري واخلص حي. ده كان بدري جدا الفيديو ده على فكره، وخلصته بدري الحمد لله. كله قام لاني فرشه كده والدنيا تمام، محدش اخد باله خالص ان انا فرشه ولا اي حاجه، لا قطع عليك. فعادي ما تدقيش، اشتغلي انتي واعملي حاجتك، واهم حاجه تكوني انتي مرتاحه نفسيا. خلصت كل الكلام اهو زي ما انتم شايفين، والدنيا راحت زي الفل معانا. كل سنه وانتم طيبين، استنوني في الفيديوهات الجايه باذن الله. عايزه لايكات كتير للفيديو، بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم.